5 مراحل بيمر بيها الإنسان لما بيتعرض لحزن شديد، لفقد، كارثة من الكوارث الطبيعية اللي بتحصل للبني آدم. والمراحل دي بتختلف من شخص لشخص في قوتها، في المدة اللي يفضل فيها. ممكن يقعد في مرحلة واحدة شهر، ممكن يقعد يومين، ممكن مرحلة تقع في النص ما يمرش بيها. لكن لما بنعرفها كويس وبنعرف ايه المراحل دي وايه اللي انا بشعر بيها، بيجيلي شوية راحة كده، وببقى عارفة ان المرحلة دي مؤقتة وان شاء الله هعدي منها. فهو ده المفيد لينا علشان نعرفها. طيب، اول مرحلة من المراحل دي وهي الانكار. لا، مش ممكن ده يكون حصل لي، مش ممكن اكون اتسرقت، مش ممكن صديقي يعمل فيا كده، مش ممكن يكون كذب عليا كده بالشكل ده، مش ممكن جوزي يكون خني، استحالة يكون عايز فعلا ينفصل، مش معقول اكون اتطلقت. ايه ده؟ لا، انا مش، الكلام ده غلط. انا هصحى من النوم الاقي ان ده كابوس وما حصلش، وهكذا وهكذا. بيبقى في حالة من الإنكار، وإن أنا مش مصدقة. وبناء عليه ممكن تلاقي الشخص اللي حاسس بالفقد، وساعات بنشوفها كتير، نلاقيه مثلا وهو في يوم العزاء تلاقيه بيضحك، تلاقيه بيهزر، فتحس إنه إيه ده؟ هو إزاي كده؟ هو الحقيقة مش إنه هو بارد، ولا إنه مش مفتقد الإنسان اللي توفى ده، ولكن هو عنده حالة إنكار، فمش مصدق. ودي حالة دفاعية العقل بيدخل فيها، علشان ممكن نبقى مش قادرين نستحمل كم الحزن وكم التعب والألم اللي هنتعرض له لو صدقنا إن ده حصل. فبتبقى مرحلة مؤقتة كده عقبال ما نبدأ نستوعب بهدوء، لدرجة إن في ناس كتير بتفضل يومين 3، لا لا لا، كل يوم تصحى تقول هو في حاجة حصلت، هو في ايه؟ لا معقول ده حقيقة، ما كانش كابوس، ما كانش حلم. وبتبقى حالة الإنكار دي موجودة. وأحيانا حالة الإنكار بتطول قوي، ودي بتبقى محتاجة علاج أو محتاجة مساعدة من متخصص. ولكن في كثير من الأحيان بتبقى يعني مرحلة مؤقتة، وبعد كذا يوم كده الإنسان بيبدأ يعني إيه يخرج منها. تاني مرحلة هي الغضب. بنبدأ بقى بعد ما بنستوعب ان ده حصل، ان الموضوع ده حصل، حتى لو فقد عن طريق الوفاة مثلا، بنبدأ نحس ان احنا غضبانين. احيانا كتير الغضب ده، استغفر الله العظيم، بيبقى موجه الى الله سبحانه وتعالى اصلا. انت ليه يا رب عملت كده؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه انا بيحصل لي كده؟ انا مش قادرة استحمل الألم ده، ليه انت عملت فيا كده؟ احيانا الغضب بيبقى موجه نحو نفسي، بس لو كنت قعدت معاه شوية، بس لو كنت خدت بالي، بس لو كنت اتكلمت، بس لو كنت سألت كويس، ما كنتش اتعرضت لهذه الخسارة الكبيرة في المشروع. يعني كتير من اللولوة كده بتحصل. وبأنب نفسي، أو الغضب بيبقى موجه للشخص نفسه. بنلاقي ناس حتى في وقت الوفاة بتبدأ تصرخ مثلا وتقول لزوجها: انت سبتني ليه؟ ليه سبتني في الدنيا دي لوحدي؟ انت وعدتني انك ما تسيبنيش. او نلاقي مثلا غضب، اللي هو يعني ايه نتطلق؟ انا عملت لك وعملت لك وعملت لك وضحيت بنفسي وعملت كذا وعملت كذا، انت مش بني ادم، انت. وتلاقي طول الوقت هي ما بتفكرش هتعمل ايه، او هتكمل حياتها ازاي، ولكن بتفكر بس، او ما بتفكرش اصلا، حاسه بغضب. ويعني لازم تعمل حاجة، وتنتقم ازاي، وتعمل ايه، وتشتم في زوجها اللي سابها، او حبيبها اللي انفصل عنها. ولو مثلا حد فقد شغل او خسر في مشروع، يبدأ يوجه الغضب للموظفين، للشريك، للناس الوحشة، للمجتمع اللي ما قدرش. المهم بيبقى في حالة من الغضب الشديد، والحالة دي المفروض تبقى مؤقتة جدا، لان هي حالة صعبة وبتبقى مؤذية قوي لصاحبها او للي حواليه. باقي الحالات الخمسة هكتب لكم في الكومنتات، اقروها كويس ال3 حالات الباقيين. وكمان لو حسيتوا ان فعلا فرق معاكم، اعملوا شير للفيديو علشان غيركم يستفيد زي ان شاء الله ما انتوا كمان استفدتوا. سلام عليكم.